ثلاثه د الحوايج خصك تعرف بانهم ماشي حقيقيين الا كنتي مقبل على لي كلاس بريباراتوار. الحاجه الاولى البروغرام ديال الماطو ديال الفيزيك اللي غتقرا مضيعه الوقت وما غينفعوك في حتى حاجه. هذه اكبر كذبه. علاش؟ البروغرام ديال الماطو ديال الفيزيك كيوجدك على انك تكون غدا ان شاء الله واحد الانسان اللي هو مسؤول، تكون واجد على انك تحل مشاكل، تندمج، تخدم وسط وسط اللي فيه الضغط، وتقدر تجيري بزاف ديال الناس وبزاف ديال المشاكل في دقه واحده. الكذبه الثانيه هو انه السي ان سي ان فوا دوزو صافي المستقبل راه مضمون. حتى هذه كيبان لي اكبر كذبه. السي ان سي ما هو الا بدايه الطريق، بديتيه دوزتيه بخير وعلى خير، جبتي كلاسمون مزيان، هذا الشيء كيخليك تدخل وتختار ليكول اللي بغيتي والتخصص اللي بغيتي، ولكن هذا الشيء بوحدو ما كيعطيكش ضمان انه المستقبل يكون مضمون. هذا الشيء كيعطيك واحد الدافع واحد الحافز انك اختاريتي واحد الحاجه اللي انت باغيها، ولكن الا ما داومتيش على الخدمه وما داومتيش على التعلم المستمر بجديه، كون على يقين بانه تخو اوطار غادي تلقى بانه داكشي اللي درتي كله مشى. السر وراء النجاح من مورا كلاسمون مزيان في السي ان سي هو انك تكمل على نفس الطريق. وإلا ما تكراسيتيش مزيان في السي ان سي ماشي نهايه العالم. جبتي مدرسه، دخل المدرسه، توكل على الله، دير هدف قدامك على انك تكون مزيان في داكشي اللي كدير. قرا قرا وقرا، دير مجهود باش انك تتعلم. خلي البروغرام ديالك على جنب، قرا البروغرام اللي كيعطيوك في المدرسه، وقرا البروغرام اللي خاص بك انت، اللي كيبني شخصيتك انت كانت، واللي كيبني الحاجه اللي غادي تبازع عليها من بعد من هنا للقدام، واللي غادي تكون هي السر وهي الساروت اللي غتفتح لك بزاف ديال البيبان. الكذبه الثالثه هو الناس اللي كيقولوا لك بانه ملي كتدخل المدارس ديال المهندسين غير خذ راحتك وراه داكشي ساهل، غتقرا غتجيب نقطه مزيانه، غادي تفاليدي، غدوز بي اف او ديالك وانت خدام. هادشي حتى هو اكبر كذبه. المدرسه ديال المهندسين محطه من بين المحطات، الا دخلتي بهدف كيخليك تخدم كل نهار كتحفز كل نهار انك دير مجهود وانك تعطي وانك دير ما في وسعك باش توصل انك ان شاء الله نهار التخرج كتعرف بانه تعلمتي بزاف ديال الحوايج واستفدتي بزاف ديال الحوايج وخدمتي على بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا انت يديفيرونسيوك على واحد اخر، وخليوك دير البصمه ديالك في اي شركه ولا في اي بلاصه دزتي ولا درتي فيها ستاج. هذا هو الحاجه اللي غادي تخليك ما تفكرش بانه ملي تدخل المدرسه ديال المهندسين غادي تدخل على اساس انه انت داخل باش ترتاح. يعني دوزتي واحد العامين واحد السنتين عجاف ديال تماره وتكرفيص، وغتوصل لواحد الوقيته لانه صافي ديك 3 سنين ديال الانجينيور ديالي راه جيت باش ندوزها بخير وعلى خير، وما كاين لا صداع لا مشاكل، كاين الافلام، كاين لي سيري، كاين الجيمين الى غير ذلك. هادشي كله كذوب في كذوب. المدرسه ديال المهندسين تتمه ديال الطريق. خدم، دير على راسك، دير علاش ترجع كما كنقولوا، وخدم وعاود خدم وعاود خدم. هادو هما ثلاثه ديال الكذبات اللي نقدر نقول لك ما تيقهمش. خدم وركز على مستقبلك، وان شاء الله المستقبل غادي يكون بين يديك. نتمنى لكم حظ موفق، وكنتمنى ان شاء الله البدايه ديال السنه تكون مزيانه لكل واحد فيكم، ونتمنى ان كل واحد فيكم يوصل لداك الشيء اللي تمنى وداك الشيء اللي بغاه، والله المعين.